يا أخواني، أحيانا نمر بلحظات فيها ضعف، فيها انكسار، فيها تعب حسي ومعنوي، فيها خضوع، فيها عجز. ودي من اللي حولنا يذكرونا إنها أزمة وتعدي، إننا بنرجع نشع نور. إذا عندك صديق تحبه وتقدره، ذكره إذا مر بهذه المرحلة إنك بترجع زي ما كنت، وبتتعافى وبتخرج من الألم ومن الأزمة ومن الضيق اللي تعيشه. ترجع زي ما كنت، متعافي، فرح، إيجابي، معطاء. ترجع تشع نور زي أول. ترى أزمة وتعدي، ما بيجمع الله عليك تعب الجسد وتعب العقل. إن مع العسر يسرا، لا تخاف، بعد كل عسر يسر. أملوا فيهم وأعطوهم أمل في الحياة، ذكروهم. وانت إذا معك صديقة تمر بأزمة، بتعب، بانكسار، بوحدة، بخوف، ذكريها أن في أمل قادم، أنها بترجع تتعافى وترجع مشرقة زي ما كانت أول. والحياة باقي، ما انتهت الحياة. والله يشوفنا ويسمعنا ويحبنا ويرضى عنا، وبيغير الحال اللي نحن فيه إلى حال أحسن وأفضل. ولا وش الفائدة من الصداقة إذا ما تعاوننا وما رفعنا بعضنا؟ إذا طاح صديقنا ما نتركه، نذكره أنك باقي، بتكمل وبتقوم، وابشر بالخير. خلونا نرفع همم بعض ونقوي بعض حتى نتجاوز المرحلة.